طب ما دلوقتي النجمة دي تحط فين؟ تحط جنب أختها ولا دي تكبر ونبقى نكتب رقم جوه ولا إيه المشكلة اللي إحنا فيها؟ إيه ده؟ السلام عليكم. النادي الاهلي بطل افريقيا. شفت عشان ربنا ما يحبش الظلم. طبعا ربنا ما يرضاش بالظلم. النادي الاهلي اتعامل معاه كل حاجه في البطوله دي علشان ما ياخدش اللقب ده. عندنا كلام كتير هنقوله وبتاع، يلا نبدا ونخش في حلقتنا بسرعه. بطوله بالنسبه لي ما تقلش اهميه عن التاسعه بسبب الصعوبات اللي انت مريت بيها يا راجل. ده لدرجه مباراه الذهاب قانون كره القدم بيتغير، بتلغي ضربات الجزاء والكرات الحمراء عشان ما تكسبش نتيجه كبيره وتخلص البطوله من بدري. فالبطوله بعند في الاتحاد الافريقي بالتحكيم بتاعه، بصاحبنا بتاع الاتحاد المغربي. يسقط الظلم، الله اكبر وفوق كيد المعتدين. بجمهور المنافس، وهنا ما اقصدش جمهور الوداد، لا الجمهور الثاني جمهور الوداد، رغم اللي كان فيه قبل المباراه مناوشات بس ده طبيعي جدا، لكن بصراحه يحسب لهم بعد المباراه ما انتهت وفريقهم خسر اللقب انسحبوا بهدوء وسابوا الملعب ومشيوا. فبصراحه كل الاحترام والتقدير لنادي جماهير نادي الوداد المغربي، نادي محترم برضه نادي كبير، لكن انا بتكلم هنا على جمهور المنافس الثاني اللي ايه عمال يلف ورانا الكره كعب داير وبرضه ما بيتعلمش. بعد عدل ربنا سبحانه وتعالى عندك مدير فني عنده عدل. مين يقول الحارس الثالث يلعب ذهاب النهائي؟ مين يقول كده؟ رغم ان الشناوي كان جاهز، وحتى لو مش جاهز ممكن يتحمل على نفسه ويلعب، وعندك علي لطفي الحارس الثاني جاهز وبرضه قال لك لا ادام مش 100% ما يلعبش، فبيلعب الحارس الثالث. لازم ربنا يكافئ، ادام في عدل لازم ربنا يكافئ. نخش بقى على الحاجات المهمه اللي عايزين نتكلم فيها. الراجل يا جدعان اللي كله هادر حقه، مدرب الاحمال. انت الوداد وقع بعد الدقيقه 60، لو كله يلاحظ مع التغييرات انت بعد الدقيقه 60 ما شفتش نادي الوداد خالص. من ضمن الحاجات اللي تحسب مدرب الاحمال، انت للدقيقه 90 وحتى لا قدر الله المباراه لو كنت الوداد جاب الثاني واستمرت لوقت اضافي كنا هنكسب. اللعيبه تقف على رجليها. نادي الوداد المغربي بعد الدقيقه 60 انا ما شفتوش، وقعوا بدنيا. فانت مع التغييرات انت كان ممكن تكسب. النادي الاهلي انفرد في فوز 2-3، احمد عبد القادر ومحمد شريف بيضيعوا فرصتين سهلين جدا، بس يمكن بقى الضغط العصبي وبتاع والكلام ده. انا واحد من الناس الشوط الاول كنت خلاص بدات اهيئ نفسي، ما اكذبش عليك، رغم ثقتي في الله كبيره كان ربنا هيكافئنا، لكن بنسبه كبيره بعد الشوط الاولاني لا حسيت بقى ان هي كده ايه، لقيت بقى لعيبه النادي الاهلي من جرف العصبيه، وبالذات حسين الشحات اللي هنتكلم برضو عنه بصراحه يطرد مرتين، بس هو بملك غلطان. يعني حسين نرفزته وياخد فيها احمر وشدته الحكم دي فيها احمر، لكن برضو ايه، فالشوط الاول كله ما يقول يعني بدات اهيئ نفسي ان البطوله خلاص بتروح. فاللي هو مدرب الاحمال اندريه ليه كل التحيه والتقدير مننا، راجل مش شايف شغله، ده عامل شغله وزياده حبتين. انت بتفنش الموسم صلاه النبي ولعبتك واقفه على رجليها، فانت مخلص الموسم والحمد لله. هترجع عندك كام ماتش في الدوري هتلعبهم، لو لعبت بالصف الثاني ولا تفرق، رغم ان دلوقتي ما بقاش في صف اول وثاني، كله صلاه النبي كله زي الفل. عندك اللعيب ليه بدايل وكله على نفس المستوى. فمدرب الاحمال اندريه ليك كل الشكر والتقدير مننا، شغلك واضح وباين، انت فعلا مدرب كفء، كان لازم برضو نديك حقك. نخش بعد كده على بملك تسيمبا. بملك يعني هو الراجل تحس ان هو كان ماسك العصايه من النص. هو بعد ما جه الجول الاولاني بتاع الوداد وهو تحس ان هو نفسيا ارتاح، انا كده عملت اللي عليا ومش عارف ايه. حتى في توزيع الميداليات لما راح لعم فوزي الحاج فوزي بيكلمه بتاع زي معناها انا يعني ما فيش في ايدي حاجه اعملها وبتاع، راح التاني بيخبط عليه ومشيه. فالحاجات يعني هو الاخطاء بتاعته معقوله عن معتز ابراهيم الشنواني ولا الشلماني ده. يعني اخطاء بملك مقبوله تبلعها، خدت بالك، رغم انه عمل حركه صايعه قوي. الكره الهجمه بتاعت حسين اللي حسين اتعصب عليه فيها، انت سبت الهجمه ورايح تجري على اللعيب اللي واقع بعد نص الملعب عشان الجون لو جه يبقى انت مصفر وموقف اللعب، بس اللعيبه ايه، اللعيبه اللي ما سمعتش الصفاره. ده اللي نرفز حسين، ان بملك ساب الكره وجري علشان الكره دي لقاها خطره، لو جت جون يبقى معناها ايه، انا صفرت بس اللعيبه ما سمعتش عشان انا اللعيب اللي واقع. فهو علشان غلطان امتص غضب حسين عشان هو غلطان وعارف انه غلطان، حتى اكتفى بانذار بس، اداله انذار بس على الشده، رغم ان لو اداله احمر منطقي، بس في نفس الوقت اللي عمله هو غير منطقي. يعني اللي عمله حسين طلع فيه منطقي، لكن اللي بملك عمله غير منطقي. فهو برده كان في الاخر ليه اخطاء لكن مقبوله. حاجه بقى المهمه انا عايز برده اقولها، انا بصراحه مش عاجبني حته ان حوار التحكيم اتقفل عليه بعد ما خدنا اللقب. طب ما انا هضمن بعد كده ان ما يحصلش معايا كده ازاي؟ يعني هو دلوقتي الحمد لله ربنا قدرنا، بس دي مكافاه الهيه ان خدنا البطوله، فمعنى كده ان اخطاء مباراه الذهاب والاخطاء اللي كانت برده موجوده في مباراه العوده كده خلاص اتقفلت عشان خدت اللقب. طب ما انت كده مش هتقدر تتفادى ده مستقبلا، ما انت خلاص خدت البطوله.
وبعد كده لو جيت تعترض هيقول لك ما انت عشان خسرت بتتكلم. لا، المفروض حتى وانا كسبان اتكلم في النقط دي، لازم تتعدل. ايه المشكله ان حكم النهائي بعد كده من بره القاره خالص من احسن حكم في العالم؟ كلنا شفنا مباراه الانتر والسيتي ما حسناش بالحكم. مباراه السيتي والانتر ما حدش حس بالحكم، ما فيش خطا يذكر على الحكم. فايه المشكله بعد كده يبقى الحكم من المصنفين الثلاثه اوائل في العالم؟ فمش عاجبني بصراحه حته ان ايه خدنا البطوله خلاص كله ايه طرشم على حوار وكلفه حوار ان خدنا اللقب خلاص مش مشكله. طب ما احنا لازم نتفادى ده مستقبلا عشان لما نبقى بنتكلم ما يقولكش انت بتتكلم عشان خسرت. المهم خلينا في الفرحه والحاجات الحلوه. عندنا بعد كده تاهل النادي الاهلي لكاس العالم للمره التاسعه والعاشره. من الحاجات الحلوه انت رايح كاس العالم باخر نسخه بالنظام القديم واول نسخه بالنظام الجديد. يعني حتى بطوله 25 الموسم الجاي هتبقى اهميتها برده بالنسبه لك مش قوي. كاس السنه الجايه مفيش كاس عالم خلاص بالنسخه القديمه، لان اللي جاي في السعوديه السنه دي شهر 12 باذن الله ده اخر واحد. فالسنه الجايه مش هيبقى فيه خلاص، هينتظروا بقى ايه الموسم بعد 25. فانت كان فايده البطوله دي رقم واحد ان انت ما تخسرش من الوداد، يبقى واخد منك 3 القاب ومنهم مرتين على ارضه. رقم 2 ان انت بتبقى رايح لاخر نسخه لكاس العالم بالنظام القديم ورايح اول نسخه بالنظام الجديد. مفيش بعد كده فخر ولا شرف. يعني النادي الاهلي بعد البطوله دي خلاص مبقاش فيه منافسه، هو في القاره بقى لوحده. يعني بقيه المنافسين ما تبصش بقى لفوق على النادي الاهلي وارقام عشان عينيك ما توجعكش يا حبيبي. انت كده النادي الاهلي في حته، هو زي ما قالها المعلق ريال مدريد افريقيا، ريال مدريد القاره. فخلاص يا باشا انتوا ايه العبوا مع بعضيكم وما تبصوش لارقامي، لان انا خلاص المفروض كتاب التاريخ يتكتب عليه كتاب الاهلي مش كتاب التاريخ خلاص. لان ارقام النادي الاهلي اللهم صل على النبي يعني ما بقتش تقارن ولا تنافس، ولا حد يقدر يكسرها على المدى القريب ولا البعيد. حاجه مهمه برضو كنت قلتها في اول فيديوهات كنت بعملها، وهي حته النادي الاهلي لما بيفوق مش بياخد بطوله او اتنين. يعني النادي الاهلي لما بيفوق انت بتقش كل حاجه، ولسه ان شاء الله عندنا في الموسم ده ان شاء الله نرجع نكسب الدوري، وعندنا كاس مصر، وعندك في شهر 8 اتحاد العاصمه الجزائري السوبر الافريقي. بمناسبه السوبر الافريقي كده ريال مدريد 29 لقب وانت 25، تاخد السوبر الافريقي ان شاء الله ب 26، يبقى فارق 3. ربنا يكرم جوارديولا والسيتي يقعدوا سنتين 3 كده واخدين كل حاجه في اوروبا ويعطلوا لنا ريال مدريد. انت كده ان شاء الله بعد السوبر الافريقي هيبقى عندك وبالقاعده بتاعت الاتحاد الافريقي مباراه السوبر يا اما على ملعب محايد يا اما على ملعب بطل افريقيا. فلو ما بقتش على ملعب محايد امارات او قطر هتبقى هنا في مصر. فان شاء الله اللقب ده يبقى بتاعنا يبقى 26، يبقى فارق 3 القاب بيننا وبين الريال. لما بنفوق بناخد كل حاجه. في غيرنا لما خد 2 دوري يا لهوي سمى المدرب بتاعه بقى البروف والهروف ومش عارف ايه. طب احنا كولر ده اللي في 6 شهور واخد 4 بطولات والخمسه في الطريق الدوري، نعمل بنسميه ايه؟ ده احنا لسه بنقول دلوقتي بنعتمده ان هو مدرب كفء ويكمل معانا ويتجدد له الكلام ده. هو خلاص في كلام بيتقال خلاص هتجدد له 2 ان شاء الله، وراجل فعلا يكمل ويلزمك. فدلوقتي راجل واخد 4 بطولات والخمسه في الطريق في 6 شهور. غيرنا خد 2 دوري وكاس في 2 سنين واحنا كنا وحشين والبروف والهروف والكلام ده. فبرضه ده يوريك برضه عظمه جمهور النادي الاهلي، فرحته ما بيبالغش، هو بيفرح كل حاجه وبيتبسط، بس برضه بيحط كل حاجه في مكانها. دي دخلنا برضه النقطه اللي اقول لك النادي الاهلي بياخد البطولات بالحكام. اديني في افريقيا بتظلم، مش بتظلم ده انا بتذبح وباخد افريقيا برضه، ده عدل ربنا تبقى ده اللقب ال15. في كذا بطوله ضاعت من النادي الاهلي بتعنه التحكيمي واضح. فانت في افريقيا اهو والتحكيم ضدك وواخد 11 وفارق عن كل اللي حواليك، ما بالك بقى لو في عدل. اصل يقول لك النادي الاهلي بالتحكيم اهو ظلم تحكيمي وبرضه بتاخدها. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ المجتهد. طبعا نسيت اشكر حبيب قلبي وروحي ومن جوه محمد عبد المنعم. يعني من ضمن الاسباب المهمه للبطوله دي انها ختمت كويس عشان علي معلول. علي معلول يعني كان نفسيته كلنا شفنا اكتر واحد بكى هو محمد هاني. محمد هاني وعلي معلول اكتر 2 بكوا. فسبحان الله اول جون كان الاتحاد المنستيري لعلي معلول ومحمد عبد المنعم، ختام البطوله علي معلول ومحمد عبد المنعم. يمكن كمان سبحان الله ان هم كانوا مشاركين كمان في الخطا الجون دخل فينا هنا. علي معلول ما شتتش كوره كويس ومحمد عبد المنعم ما ضغطش على محمد ونجم وراحت. سبحان الله علشان اللعيبه دي مجتهده ربنا سبحانه وتعالى خلى الفوز في رجليهم. فالبطوله دي كان فيها عدل ربنا واضح. فالبطوله دي كانت مثال حي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان مهما يجتمعوا على انهم يضروك او ان هم يأذوك بشيء معين مش هيقدروا يضروك بحاجه الا ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك. فالحمد لله الحمد لله بطوله غاليه، بطوله ما تقلش اهميه عن التاسعه بالنسبه لي على المستوى الشخصي. فرحان بيها قوي.
مبسوط لان كان في حاجات كتيره متجهزه، يعني في ناس كانوا مستنيين النادي الاهلي يقع، خصوصا صاحبنا اللي عارفين ده ايه كل حاجه وحش كل حاجه وحش، علشان لما تبقى وحش يبقى هو عنده حق. كلنا عارفين هو مين، حتى مش عايز اقول اسمه، واخد بالك؟ لكن الحمد لله ربنا بيكافئك لانك تعبت ولانك اتظلمت، والحمد لله الحمد لله. فالحمد لله نفرح دلوقتي، وان شاء الله باذن الله بعد التوقف الدولي باذن الله هيبقى لنا راجعه في الدوري. هنشوف برضو مستر كولر هل هيريح بقى اللعيبه المهمه بتاعته ويدي البودلة زي سافيو كريستو كوندوسي والناس دي، ولا الراجل هيبقى افكاره ايه؟ تاني مرة 1000 مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي أنا واحد منهم وبتشرف إني واحد منهم. الحمد لله تعبنا طول البطولة وصبرنا على فرقتنا ومحدش كان عنده شك أو 1% إن البطولة دي مش بتاعتنا، بالذات بعد ما عدينا دوري المجموعات. احنا كنا جايين من كأس العالم مسخسخين، كله افتكر إن احنا إيه خلاص مجرد ما فقت وريحت ولعبت مباراة زيك زي الناس قدرت ان انت تدوس على القاره كلها. الحمد لله بطوله غاليه نحتفل بيها نفرح مالناش دعوه بحد، نركز مع لاعيبتنا ومع فريقنا ومع نادينا، وان شاء الله باذن الله مزيد من الانتصارات والبطولات الفتره الجايه باذن الله. فان شاء الله نتقابل على خير بعد التوقف الدولي باذن الله وبعد رجوع الدوري العام، فضل من عند ربنا ان العدل في الاخر كلمته هي اللي مشيت. السلام عليكم.